إلى أنها واعدت كريستيانو لفترة قصيرة أثناء إحدى زياراته للولايات المتحدة. جيما أتكنسون، الممثلة البريطانية الحسناء، كانت في علاقة عابرة معه خلال فترة لعبه في مانشستر يونايتد. وأيضا الإسبانية الجريئة نيريدا غالاردو، التي تحدثت لاحقا عن تفاصيل مثيرة من علاقتها به في لقاءات تلفزيونية مثيرة للجدل. كل هذه الجميلات بجمالهن، شهرتهم، وثرواتهن، فشلن في أن يكن السيدة رونالدو. لكن جورجينا رودريغيز، فتاة بسيطة كانت تعمل بائعة في متجر غوتشي، ظهرت فجأة في حياة رونالدو، وتحولت إلى شريكته ووالدة أطفاله، وأخيرا خطيبته الرسمية. هل السر في الحب الحقيقي؟ أم في الذكاء العاطفي؟ أم أن كريستيانو تغير ببساطة ونضج بعد كل تلك التجارب الفاشلة؟ البعض يعتقد أن والدته دولوريس لعبت دورا كبيرا